السعيد. الفقرة دي مهمة جدا، هتتكلم عن المجموعة 39 قتال. عايزين نعرف ايه هي المجموعة 39 قتال. طبعا زي ما احنا عارفين، احنا كنا مع النظام السابق او في تاريخ النظام السابق كان بيخفي اي بطولة او اي انتصار بيتحققوا الجيش او ابطال من الجيش. ما كانش عندنا غير الضربة الجوية، لكن عندنا ابطال تانيين كتير ما نعرفش عنهم اي حاجة، ما كانوش مذكورين في كتب التاريخ. كتب التاريخ اللي بتدرس في المدارس كان بتتعمد انها تذكر اسامي معينة اللي كان يرضى عنهم النظام السابق. عشان كده ايمانا منا من قناة الشباب اللي احنا نظهر الوجه الحقيقي وابطال الحقيقيين لحرب اكتوبر وابطال الجيش الحقيقيين اللي مصر كلها بتفتخر بيهم. في الاول اسمحوا لي ارحب بضيوفي في الاستوديو وضيفكم الرائد سمير نوح، احد ابطال المجموعة 39 قتال من رجال الشهيد ابراهيم الرفاعي. اهلا يا فندم. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. برحب بحضرتك. والاستاذ احمد علي عطية الله، الكاتب والمؤرخ العسكري. نورنا جدا يا فندم. اهلا وسهلا، يا مرحبا بكم. مرحبا. طبعا انا هبتدي معاكم حوار النهارده بذكرى ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر. يعني اكيد كلنا عارفين انجازات هذا الرجل. ابدا بسياده الرائد، حضرتك تتكلم عنه. انا متشكر جدا اولا لقناه الشباب، ودي بكل فخر، ويشرفني ان دي ثالث مره اسجل في قناه الشباب. ده شرف لينا يا فندم، وانتوا ناس عظماء حقيقي، وبشكر قناه الشباب والقائمين عليها جميعا. لا شكر على وجهك. وبالنسبه للزعيم والبطل الخالد جمال عبد الناصر، ان بالمناسبه السعيده ان النهارده الاحتفاء بذكرى مولده في 15/1 سنة 1918. نعم. ودي كانت حاجة عظيمة جدا ان يجي تسجيلنا مع اليوم العظيم. نعم. والحمد لله احنا بكرة عاملين ندوة كبيرة جدا خاصة في معانا الكاتب كبير اسمه الأستاذ محمد الشافعي. نعم. بنعمل ندوة شهرية لمعرفة وتبصير الشباب عن ذاكرة الوطن. نعم. وذاكرة الوطن أول ما بدأنا عمل إبراهيم الرفاعي في ذاكرة الوطن، اللي هو الشهيد إبراهيم الرفاعي رحمه الله، اللي هو القائد بتاعي. وعملنا تاني عن حرب، عن انتصاراتنا في 56، وقال العدوان الثلاثي في ذاكرة الوطن. والحمد لله بكرة، والحمد لله أنا بدعي الشباب العظيم المثقف، شباب ثورة 25 يناير، ان يحضروا معانا الاحتفاء بكرة في قصر الامير طاز في الخليفة، للاحتفاء بذكرى مولد بطل لم ولن ننساه ابدا، الزعيم الخالد جمال عبد الناصر عليه رحمة الله. طيب احنا عايزين نتكلم عن تاريخ المجموعة 39 قتال. ليه سميت 39 قتال، وايه تاريخ المجموعة دي؟ المجموعة 39 قتال هي مجموعة قوات خاصة. نعم. اتشكلت عقب نكسة يونيو 67. نعم. كان الهدف منها عمل عمليات داخل سيناء خلف خطوط العدو، لمنع العدو أو حرمانه من نصره المزيف اللي كسبه بدون وجه حق. نعم. اتشكلت المجموعة، تم اختيار قائد عظيم ليها ذو تاريخ عسكري طويل، بطل من أبطال الصعقة، هو الشهيد إبراهيم الرفاعي رحمة الله عليه. الراجل ده الحقيقة من تاريخه القديم انه ابتدى في الصعقة على أرض بورسعيد عام 56 بعمليات ضد القوات الإنجليزية اللي كانت موجودة، وكان أشهر العمليات دي ضرب مدرعات العدو قدام مبنى المحافظة. وبعد كده طبعا كان ليه جهاد في اليمن، لكن هو يعني عمله البطولي في 67 ان في الوقت اللي كان فيه القوات بتاعت مصرية بتنسحب بقرار خاطئ من القيادة العسكرية من سيناء متجهة ناحية الضفة الغربية، كان هو بمجموعة صغيرة من أفراد الصعقة كونوا ستارة دفاعية عند رمانة على بعد 30 كيلو في الضفة الشرقية من قناة السويس، وتصدوا اللواء مدرع كامل
نعم. طبعا تمكنوا من وقف اللواء المدرع ده لأكثر من 24 ساعة. احنا هنتكلم عن انجازات مجموعة 39 هنخصص لك. تمام. نعم. أما سبب تسمية المجموعة 39 فهناك سببين لاختيارها، وأنا ذكرتهم في كتاب عامله عن المجموعة 39 بعنوان الأشباح. نعم. السبب الاسم الأول يعني بيحملوا الإخوة بتوع الصعقة البحرية، وعلى رأسهم القبطان وسام حافظ. قال إن أول تشكيل للمجموعة 39 كانت مكونة من 9 من الضباط و30 صف ضابط وجندي. نعم. فعلى الأساس ده تسمى 39، لكن الاسم الأكثر شيوعا وشهرة ومسجل بالكتب العسكرية 39 عملية. 39 عملية. نعم. لما طلب منهم اختيار اسم. نعم. كانوا قاموا ب 39 عملية عبور خلف خطوط العدو، ما كانش في نقطة محددة في سينا بيعملوا فيها، كانت كل سينا كتاب مفتوح ليهم، خصوصا انهم خدوا فرق صاعقة قبل 67 داخل سينا، فعارفين كل مدار الدروب والمسالك بتاعتها، فكان بيقوموا بعملياتهم من شرم الشيخ جنوبا لرمانة في الشمال على البحر المتوسط، ومن الشرق الضفة الشرقية لحد هناك إيلات على خليج العقبة. يعني الخليجين، فقاموا بعمليات عظيمة وكبيرة جدا. فده سبب تسمية المجموعة 39 قتال. وكان مشي ديان سماهم الأشباح، ده لأن كانوا بيقوموا بعملياتهم ما بيخلفوش وراها أي دليل يدل عليهم غير كم كبير من التدليل. لأن هم طبعا هم قوات خاصة من الصاعقة البرية والبحرية. نعم. فهم طبعا مدربين على أعلى مستوى من التدريب في الجيش. بالظبط. طيب. أنا معلش أنا عايز أكمل. اتفضل. بناء على كلام الأستاذ أحمد، الرئيس جمال عبد الناصر برضو له الفضل الكبير في إن كان بيتابعنا في كل عملية من عمليات المجموعة 39 قتال. عن طريق مين؟ عن طريق الفريق أول البطل والأب العظيم الفريق محمد أحمد صادق. نعم. اللي كان مدير للمخابرات الحربية قبل ما يمسك وزيرا للحربية، وكانت تعليمات من جمال عبد الناصر رحمه الله للمرحوم الفريق أول صادق للشهيد إبراهيم الرفاعي. كانوا كلهم كده على اتصال مباشر دائما على أساس العمليات وتخطيط للعمليات. واتشكلت المجموعة 39 قتال بعد فعلا 39 عملية، وعندي في المسندات الرسمية بتاعتي بتقول هذا الكلام. وفي 25/7 سنة 69 قبل ما تتشكل المجموعة 39 قتال كانت مجموعة الصاعقة البحرية بقيادة أيامها النقيب إسلام توفيق قاسم. كنا بنعمل مع الشهيد إبراهيم الرفاعي، وكانت تسمى فرع العمليات الخاصة بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. بعدها انضمت قوات من كاف 103 صاعقة، وقوات من 93 صاعقة بقيادة اللواء محي نوح، اللواء محسن طه. ايام انا بقول يعني بعد ما خرجوا اللواءات، انما اتجمعنا وزبنا سويا وبقينا يد واحدة وأبينا وبدأنا نتعامل مع العدو. وزي ما قال الأستاذ الفاضل العظيم له فضل كبير في تجميع أبطال المجموعة 39 قتال. بعد ما خلصت الحرب وبعد ما نسينا احنا عملنا ايه لبلدنا، بدأ يجمعنا تاني بالتليفونات وبدأنا نتجمع. وكان ده تاريخ مفروض ما ينساش، ولازم يظهر لكل الناس وكل الناس تعرف ان ده تاريخ مصر. الله يكرمك.